خوتي حديقة الحيوانات خرجت عن السيطرة. التيك توك أو المنصة اللي نبغي نعيط لها حديقة الحيوانات خرجت عن السيطرة. الترندات اللي راهي تدور فيه من أسوأ ما شفت في حياتي، وتحديدا الترند اللي خرج هاد الايامات وراه داير ضجة بين المؤثرين. الترند اللي وين ما تروح تلقى مراهق أو مراهقة دير فيه. اليوم غادي نعرف حقيقة كيفاش بدا وحقيقة انتشاره، والأهم من كل هذا من هو المسؤول عن ظهور هذه الترندات في الجزائر. صباح رباح ورد مفتح. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا ملاح. وليت لكم فيديو جديد. اليوم غادي نديكم في رحله مدرسيه لزياره اكبر حظيره حيوانات في العالم اللي هي تيك توك. ما سميتهاش هكا في باطل، خاطر الصوالح اللي تشوفهم في هذا التطبيق لازم تروح تغسل عينيك من مور ما تشوفهم. ما امنتنيش؟ مالا شوف هذه. غروب الشمس والعشيه القمر طلع عليا شمال هجريه يا البوبيه. طيق تقول هذا الفيديو الوحيد اللي ما لقيت فيه مرأة دايره اغنيه وترقص. الحاجه الوحيده اللي تقلقني في التيك توك هي مهما كانت الحاجه اللي ديرها سيئه، دائما تلقى المراهقات كاتبين لك في التعليقات كلمه ابدعت. اين الابداع؟ انا لا اراه. هل يمكنك ايجاد الابداع؟ ما تحسيش بالك هو مبدع وانا لا. درك يجوني المراهقات في التعليقات يبداو ياكلوا في رواحهم. كيما راك عزيزي المشاهد، قبل ما تكمل الفيديو بغيت نطلب منك طلب بسيط، هو انك تروح تشترك دروك، باسكو الا وصلنا 1000 ابوني غادي ندير حفله تاع كرواسون. من التالي دروك غادي نطرطقها كرواسون، تما ماذا بيك اشترك باش نوصلوا 1000 ابوني. روح كمل الفيديو. دروك مور ما عرفتوا سبب كره الشديد للتيك توك، غادي نوريكم واحد الترند اللي مور ما شفته قريبا نقيس روحي متاقه. الفيديو اللي غادي تشوفها دروك هو مزيج بين سوء التربيه وسوء التغذيه، وما ننصحش اصحاب القلوب الضعيفه كيفي بالمشاهده. على بالي عزيزي المشاهد عينيك ضرك من كثرة البشاعة اللي راك تشوف فيها. جامي في حياتي شفت ترند ابشع من هذا الترند. مانيش باغي نحلف، صح نصهم ماش عارفين ما باش على الفكرة تاعه، والدليل على كلامي هي طريقة قيامهم به. تحسهم يديروا في هذوك الحركة تاع النينجيتسو تاع ناروتو. عزيزي المشاهد اروح نفهمك عقل تحد المؤثرين كيف يخدم، هذا اذا عندهم عقل اصلا. اول حاجه يشوف الترند عليه بزاف مشاهدات حتى ولا ما عنده حتى معنى. ثاني حاجه يروح يشعل التليفون تاعه ويروح يدير ابشع اغنيه قادر تسمعها في حياتك. ثاني حاجه يبدا يدير فيديو كل اللقطات تاعه تاع النينجيتسو، وموراها يحط الفيديو وبصح تاع شكاره دراهم بدون اي تعب. والقصه اللي غادي تخليك تكره حياتك وتكره التيك توك وتكره البشريه هي قصه كيفاش بدا هذا الترند. بكل بساطة المسؤول عن انتشار هذا الترند هو واحدة المؤثرة اللي ما غاديش نقول اسمها، بصح راني متأكد 100% بلي قاع تعرفوها. هي مؤثرة ومغنية في نفس الوقت. لو كنت عمر ما تسمع كلمة مؤثر غادي تحسب يأثر على المتابعين تاعها بطريقة إيجابية، بصح هنا لا. هاد المؤثرة أعزكم الله كل ترند تخرجه أسوأ من اللي قبله. كمية المراهقين اللي يسمعوا الغناء تاعها كبيرة بزاف، وأغلبيتهم نساء اللي مور ما يشوفوها حطت أغنية جديدة يروح يديروا بها فيديو ويديروا بها هذيك الحركة تاع النينجيتسو. المشكل الأكبر من هذا أنها الغناء تاعها سيء لوحد الدرجة ما تتخيلهاش. أسوأ أغنية قادر تسمعها في حياتك. الغناء تاعها أبشع ما سمعت، تلوث بصري بالتالي، وما ننصحكمش باش تروحوا تسمعوا. مور ما عرفنا المسؤول عن بداية هذا الترند لازم تاني نعرفوا شكون هو المسؤول عن انتشاره، شكون هما فارغين الشغل اللي ينشروا هذه التفاهة. هما زوج عباد، المؤثرين والمتابعين. ركز معايا، غادي ندير لك تعريف المؤثر السيء والمتابع السيء، ماذا بك تركز معايا. المؤثر السيء هو انسان فارغ شغل، خدمته ما يلقى حاجه شائعه وعليها بزاف مشاهدات، اكد لي على كلمه بزاف مشاهدات، يروح يدير عليها فيديو، وما يهمش اذا كانت حاجه مليحه ولا مشي مليحه، حلال ولا حرام، المهم فيها شكاره تاع الدراهم. وابسط مثال هما هادو المؤثرين اللي يديروا هادو الترندات اللي فيهم الموسيقى والتبرج وبزاف صوالح ماشي ملاح. والحاجه اللي تخلي هاد المؤثرين يستمروا في هذا الشيء اللي راه عليه هما المتابعين. ومين نقول لك متابعين دير في بالك كبار صغار مراهقين، وسيرتو المراهق اللي ما يفرقش بين حاجه مليحه وحاجه ماشي مليحه، تحسها حل تيتا يتبع وصاي. شوف عزيزي المشاهد، مين تشوف محتوى ماشي مليح تجاهله وما تعطي حتى اهتمام. الحاجه اللي خلت هذا النوع من المحتوى ينتشر بالمجتمع تاعنا هو باسكو ان الشعب يعطيه اهتمام. اي انا غادي نعطيك سؤال وانت جاوبني عليه. جامي في حياتك شفت مراهقه دايره واحده من اغاني الراي ودير في نفس الحركات اللي وريتهم لك في الفيديو؟
مانيش نهضر لك على في مواقع التواصل الاجتماعي، راني نهضر لك على في حياتك الشخصيه. في الاغلب غادي تكون اجابتك هي واه. تما على بيها قلت لك باش يحبس هذا النوع من المحتوى السيء لازم حنا كشعب ما نعطوش اهتمام. وهنا وصلنا للافه تاع الفيديو. ماذا بيك تعطيني رايك في التعليقات باسكو رايك يهمني بزاف. واذا عجبك الفيديو ما تنساش دير جام وتفجر زر السبسكرايب. ايوا نتلاقاو في الفيديو الجاي. Leave me alone! ايش يا اخو نقول لك حاجه. غروب الشمس والعشية القمر طلع عليا السما الهجرية يا البوبية.